سيدنا علي خدها مني، خطبة الجمعة دي 3 دقايق. انت لما بيجيلك بيان في الشغل من رئيسك في العمل بيان رقم 5 لعام 2023 بكذا كذا بتنفذ، وما نفذتش هتتجاز يا تتفصل. ربنا سبحانه قال لك ان الكذب حرام خلاص. طيب اصلحها دي غلط، سمعنا وقطعنا، نقعد نفتح على المنبر وانت مش مقتنع ونقعد نقنع فيك ليه؟ انا بقول لك قال الله خلاص يا عم تبنا الى الله. اما واحد يفتح على المنبر يقول لك الزنا حرام وانت مش عارف خلاص ونزل خلاص، ده انت بتجيلك على بيان بتنفذه من مصدر مسؤول وانت ما انتش عارف مين المصدر المسؤول بس بتنفذ. انما مع الواحد القهار تجادل ولا جبتها في ايه وفي كتاب ايه وفي صفحه ايه. اسمع واحد الله شوف بقى دي قال اما ان تصلي صلاه تليق بالله، واما ان تتخذ الها يليق بصلاتك. اللي قاعدين قالوا له ايه؟ فهم وضح وبسط. قال لهم في فقره انثى الفار اعجبت بجمل، الفقره شافت الجمل فاعجبت به، فراحت الفقره ماسكه الجمل من الخضام وشدته وسحبته. الجمل مشي فجت الفقره امام الجحر اللي هو بيتها جحرها، قعدت تسحب في الجمل عشان تنزله الجحر والجمل واقف مكانه. فالفقره قالت له ايه؟ ما بتنزلش معايا الجحر ليه ده بيتي. فقال لها الجمل اما ان تتخذي، قال لها الاول ايه؟ اولست محبوبك؟ مش انت بتحبيني؟ قالت له اه. انت مش معجبه بيا؟ قالت له اه. قال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، واما ان تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا تشوفي بيت يليق بيه يا تشوفي لك واحد على مقاسك يليق بالبيت بتاعك. قال ابن الجوزي اما ان تصلي صلاه تليق بالواحد القهار، واما ان تتخذ الها يليق بصلاتك. قال ابن القيم للعبد بين يدي الله وقفتان. ليك وقفتين قدام ربنا، واحدة في الدنيا في الصلاة، واحدة في الآخرة يوم أن تلقاه. عايز تقول يا ابن القيم؟ قال لك إن أحسنت الوقفة الأولى في الدنيا هون الله عليك الوقفة الآخرة يوم القيامة. كفاية أدلة كده، كفاية أدلة. ده لو دليل واحد في كفار قريش كانوا التزموا، ده راجل واحد اللي مات. كفى دليل من العلماء وهتنكر في الصلاة برضه، وكل إمام داخل يصلي ما تطولش في القراءة بس ما تنتش في الركوع والسجود. اتأمل مستعجل على ايه؟ وقفتان بين يدي الله، وقفة في الدنيا ووقفة في الآخرة. إن استحضرت في الوقفة بتاعت الدنيا شدد الله عليك الوقفة في الآخرة. ولذلك الصحابة كانت اللذة بتاعتهم في الصلاة. سيدنا النبي قال ايه؟ جعلت قرة عيني. انت حافظ اهو بس للثقافة. ايه المرة برضه كده ما يقولوش ما تفهمش حاجة، لا احنا بنفهم في كل حاجة برضه كمولان، في الدين وفي السياسة وفي الكورة، بس اتكلم انت بس. هو حافظ الكلام ده بس عشان يتمرن. انت عمال تحج عليه يا ريتك معرفت. سيدنا النبي جعلت قرة عيني في الصلاة. يا اخي انتوا عارفين عروة بن الزبير؟ ما بيلعبش ولا الجيش ولا فين؟ ده هو من العشرة المبشرين بالجنة بتاعته. عروة بن الزبير لما قالوا له هنقطع رجلك، انتوا عارفين القصة، لما جاله جرجرين عايزين زي الخمرة مفيش منه عشان عقله يغيب مفتاح
بتاعي وانا بصلي، هخش اصلي، انا ما ببقاش بالدنيا اصلا وانا بصلي. ساعة ما اصلي واسجد اقطع رجلي، قطع رجلي وهو ساجد بين يدي الله والدم نزل، راحوا دلقين عليه زيت مغلي على رجله، اغمى عليه وما افاق الا قبيل المغرب. ثم لما افاق قال هل فرغتم؟ خلصتم؟ قالوا خلصنا. قال الحمد لله. طلع من المسجد قالوا له يا عروة احسن الله عزاءك في رجلك وفي ولدك. الواد كان بيلعب من على السطح ووقع مات. طب ليه يا رب؟ رجلي وابني ومفيش هداني في البلد؟ هو اللي جابك النهارده وعامل ايه؟ عامل حد ويقول لك الحمد لله الحاله زفت. ليه؟ قال والله يا عم الشيخ ما في مصيبه بتنزل البلد قال لما ربنا بيجيبها على بيت الاول وبعدين يقسمها على البلد. مش واضح؟ دي رجله مقطع تقول الحمد لله. انت اديتنا 4 اطراف، 2 فوق و2 تحت. ايه يعني ما خد واحد؟ مدينا 4 صبيان، ايه يعني ما خد واحد؟ ده ثبتنا على الجنة. دي العقل. فلازم تراجع نفسك في موضوع الصلاة. الصلاة اللي انت بتصليها دي وتنصح زوجتك اللي بتصلي في البيت على الكرسي وبتفعل ضيقتك